الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فينصح الأطباء بعصير الليمون والكركم لكونه علاجا فعالا يشفي من بعض مشاكل الصحة العقلية الشائعة، ويساعد في التخفيف من التوتر، ويعالج أعراض الاكتئاب، ويعزز الطاقة الجسدية والعقلية أيضا. ونشر موقع طبي تقريرا عن أهمية تناول كوب من الليمون والكركم يوميا للسلامة العقلية، حيث يعزو الأطباء السبب في كون إضافة الكركم تضاعف فوائده الصحية، نظرا لأنه غني بالفوائد الصحية للجسم، مثل تعزيز المناعة لإبعاد الأمراض الموسمية. ويؤكد الأطباء أن الكركم يساعد في تعزيز الصحة الجسدية والعقلية، فهو يساعد في التحكم بتقلبات المزاج والتخلص من التوتر والقلق، ويحتوي أيضا على خصائص مضادة للاكتئاب، لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الإجهاد. ويعمل الكركم أيضا على تنظيم الناقلات العصبية في الدماغ، والتي تساعد في زيادة لتحسين الحالة المزاجية والنوم والشهية، في حين يساعد الليمون في تعزيز تأثير الكركم لتعزيز الصحة العقلية والجسدية. ويشير أطباء التغذية إلى أن تناول العصير الليمون والكركم كل يوم يساعد على إنقاص الوزن دون أن يسبب أي آثار جانبية على الجسم، مما يعني أن هذا المشروب القوي لا ينعش الجسم فحسب، بل ينشط العقل ويحميه من الإحباط والقلق أو الاكتئاب. لذلك ينصح الأطباء بتناول كوب من الكركم مع عصير الليمون، وبإمكانك أن تضع الكركم بماء مغلي حتى ينقع في الماء، ثم تضيف عليه الليمون ثم تشرب، والحمد لله رب العالمين.